السلام عليكم، وياكم أوس من قناة قصصكم، ورمضان كريم، إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. طبعا قناتي مختصة بالقصص الحقيقية والجرائم وقصص الرعب، بس ما دام إحنا بشهر رمضان قلت خلي أبتعد شوية عن هاي القصص. اليوم راح أحكي لكم قصص الأمثال الشعبية اللي موجودة بالعراق والوطن العربي، ابقوا وياي. الأمثال الشعبية لها دور كبير للمجتمعات على مر الزمان من خلال الدروس والعبر اللي تنطيها، واللي مضمونها عبارة عن خلاصة تجارب الأجيال القديمة تقدمها للأجيال اللي بعدها على طبق من فضة حتى يتعلمون منها وما يكررون نفس أخطاء الماضي. وأول مثل إنه النصيحة بجمل، أو مثل ما نقوله بالعراقي بعير. كان يا ما كان أكو رجال فقير وحالته صعبة وسدد كل الطرق بوجهه، فقرر يترك أهله وديرته ويسافر يدور شغل. بالفعل سافر ومشى إلى أن وصل منطقة بعيدة بيها شيخ طيب وكريم، رحب بيه وسأله عن حاجته، فحكى له قصته، عرض عليه يشتغل يمه مقابل أجرة ومكان يبات بيه، فوافق الرجال الفقير، وكان بالنهار يرعى الغنم والإبل، وبالليل يسوي قهوة للضيوف مضيف الشيخ اللي مشغله. ومرت السنين وكان الشيخ كريم ينطيه كل فترة إبل وغنم إلى أن صار عنده حلال خاص بيه. بعد فترة طويلة اشتاق لأهله وولده ووطنه، فحكى للشيخ، وعلى الرغم أنه الشيخ يعز عليه فراقه لأنه أمين وصادق، بس ما قدر يحرمه من رغبته، وانطاه مواشي وإبل هواية وودعه. ورا أيام من المشي شاف شيخ كبير قاعد بنص الصحراء وحده وما عنده شي بس خيمته. وصل يمه وسأله، شو تسوي وحدك بالصحراء؟ جاوبه، أشتغل بالتجارة. فتعجب، يا تجارة هاي بهذا المكان؟ وين البضاعة اللي تتاجر بيها؟ فجاوب الشيخ، أنا أبيع النصائح للناس. فتعجب الرجال أكثر وسأله عن سعر النصيحة، فرد عليه النصيحة بجمل أو بعير. الرجال هنا فكر شوية وقرر يشتري منه نصيحة، وطاه جمل وطلب نصيحته. فقال له الشيخ، إذا طلع سهيل لا تأمن للسيل. فكر الرجال بالنصيحة وقال، أي سيل هذا بالصحراء؟ فتصور إن هاي النصيحة مو مفيدة، فطلب غيرها وانطاه جمل ثاني. فنصح الشيخ، لا تأمن لأبو عيوق وأسنان فرق. فقال لنفسه، شنو هاي النصيحة وشنو حتفيدني؟ واشترى نصيحة ثالثة وطاه جمل. فنصح الشيخ وقال إله، نام على الندم ولا تنام على الدم. وهاي النصيحة مثل قبلها هم ما فهمها، فترك الشيخ ومشى لأهله وياه الباقي من الإبل والغنم. وبيوم وصل يم ناس ناصبين خيمهم بنص وادي كبير، فراح يمهم حتى يبات ليلته ونسى نصايح الشيخ الكبير. وبالليل سهران يتأمل بالنجوم، شاف نجم سهيل، فمن شافه تذكر نصيحة الشيخ، فخاف وراح لأبو البيت يحضره وسولف له عن النصيحة، وطلب منه يروحون وياه ويعوفون الوادي. بس صاحب البيت استهزأ بيه وما اهتم بكلامه، فقال لنفسه، أنا اشتريت هاي النصيحة بجمل وما راح أنام بالوادي. فراح أخذ ماشيته وصعد على مكان عالي بات بيه الليلة. وماكو وقت قصير إلا وضرب السيل الوادي وغرقت البيوت والبيها من الناس، وما بقى إلا شوية من مواشيهم. فأخذها الرجال ويا ماشيته ومشى وظل يمشي إلى أن شاف بيت بالصحراء، ودق الباب. فتح الباب رجال ضعيف حركته سريعة، رحب بيه وبالغ بالترحيب حتى شك بيه من قد المبالغة. ولما نتمعن بيه شاف عيونه وسنونه فرق، فقال ويا نفسه، هو هذا اللي حذرني منه الشيخ، أبتعد عنه. وبالليل سوى نفسه يريد ينام قريب على ماشيته، أخذ فراشه وفرشه وحط حجارة جو اللحاف كأنه هو اللي نايم، وراح ختل بمكان وقام يراقب دي يشوف صاحب البيت شي يسوي. ورا شوية صاحب البيت أجا وطلع سيفه وضرب الفراش عبال الضيف نايم جواه. فطلع له الرجال من مكانه وقال له، اشتريت هاي النصيحة بجمل. فضربه بالسيف وقتله، وبعدها أخذ ماشيته وكمل طريقه بالصحراء إلى أن وصل خيم أهله وعشيرته. فترك ماشيته خارج الحي وراح لبيته، فلقى زوجته نايمة يمها شاب شعره طويل، فمد إيده على السيف وراد يقتلهم، بس تذكر نصيحة الشيخ الثالثة، نام على الندم ولا تنام على الدم. فهدأ شوية وتركهم على حالهم ورجع يم ماشيته ونام قريب منها. والصبح أخذها وراح لبيته. من شافوه الناس عرفوه ورحبوا بيه، ومن دخل البيت استقبلوه أحسن استقبال. وقالت له زوجته، تركتنا سنين طويلة، شوف شلون كبر ابنك وصار رجال. وباو على ابنه كان يعرفه، هو ذاك كان نايم يم زوجته. فحمد ربه على سلامتهم وشكره انه ما تسرع وقتلهم. وقال لنفسه، كل نصيحة أحسن من جمل إذا عرفناها وفهمنا معناها. ونجي لقصة المثل الثاني،
فضيحته بجلاجل. المثل المشهور فضيحته بجلاجل، والمعروف بين الأجيال قصته صارت بقديم الزمان، وهي حرامي ورا ما سرق من أهالي بلدة وقدموه للعدالة، فحكم القاضي عليه بحكم قاسي حتى يصير عبرة لغيره، وحتى الحرامية مثله يفكرون 1000 مرة قبل ما يسرقون بعد، حتى ليكون مصيرهم مثل هذا الحرامي. القاضي حكم عليه كالآتي: أولا يجيبون حمار ويقعدوه عليه بالمقلوب حتى يلفت انتباه الناس وهو يمشي بالبلدة. ثانيا يلبس ملابس مشردين همين نفس السبب حتى يلفت انتباه الناس. ثالثا يحطون برقبته جلاجل وهي أجراس صغيرة وهواية حتى تطلع صوت من يتحرك، وكل ما يمر من يم بيت يطلعون أهل البيت يتفرجون عليه. وبالفعل نفذوا هذا الحكم على الحرامي ولبسوه ملابس مشققة وقعدوه على الحمار بالمقلوب وحطوا أجراس برقبته ومشوا بيه بالبلدة كلها، فكل ما يمر من يم ناس يقولون هاي فضيحته بجلاجل، وهي تشبه جملة راح أجرسك بين الناس، يعني راح أفضحك بين الناس. والمثل الصحيح هو فضيحة بجلاجل اللي صار دارج بين الناس وتناقلوه الأجيال وينقال الفضيحة الكبيرة كلش. قصة المثل الثالث: الطمع ضر ما نفع. كان يا ما كان في قديم الزمان بلاد الشام كان أكو خياط شاطر ونشيط، وكان هو يشتغل ويردد عبارة قوتي جواية قوتي جواية. وبيوم من الأيام تعدى حرامي فسمع يردد هاي العبارة، فقال ويا نفسه أكيد كلامه وراه شي. وبالفعل رجع الحرامي دكان الخياط بالليل وشال السجادة اللي يقعد عليها الخياط، فلقى بلاطة بيها فتحة صغيرة. رفع البلاطة ولقى جواها جرة مليانة تقريبا بليارات ذهبية، فأخذها ورجع كل شي لمكانه. ثاني يوم رجع الخياط الشغله، ومثل كل يوم يشتغل بنشاط ويردد عبارة قوتي جواية قوتي جواية. وآخر اليوم كمل شغله واستلم أجرته، فرفع البلاطة حتى يحط الليرة الذهبية بفتحة البلاطة، بس ما سمع صوت رنين الليرة، فرفع البلاطة ما لقى الجرة، حزن كلش وحس بالضيق والقهر، بس سيطر على نفسه وفكر بطريقة ترجع له الجرة. واليوم اللي ورا رجع الشغله وبدأ يشتغل بنشاط ويردد وهو مقهور: لو عايفها كان عبيناها لو عايفها كان عبيناها. مر الحرامي وسمع يردد هاي العبارة ويشتغل بنشاط وحيوية أيام بدون ما يتعب أو يمل، فطمع الحرامي وقال لنفسه ليش ما رجعها حتى يترس الخياط مثل ما يقول، ما راح أخسر شي وبعدين أرجع أخذها مرة ثانية. وفعلا رجع الحرامي جرة الفلوس بمكانها. وجه الخياط ثاني يوم وقبل لا يبدي شغله رفع البلاطة ولقى جواها الجرة، فحسب ليرات الذهبية لقاها مثل ما هي، فأخذها وضمها بمكان أمين وبدأ يردد وهو فرحان: الطمع ضر ما نفع الطمع ضر ما نفع. واللي صارت بعدين مثل مشهور تتناقل الأجيال إلى وقتنا الحالي. وخلصت قصة الأمثال. انتظرونا بقصص أمثال جديدة بالحلقات الجاية، ورمضان كريم عليكم. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، ونقول لكم دمتم في أمان الله وإلى لقاء قريب.